ديال المغاربه راه ما تيتباع ما تيتشرى، لان دابا بزاف اللي مثلوا البلدان الناس ولكن ما بالملاير، ولكن ما تيعرفهم حتى واحد. كاين اللي كيصبر في بلادو كيعرفوا المغاربه كاملين، وخديجه المرضي من الناس اللي ضحاو وتقاتلوا وصبروا باش يعرفوهم الناس المغاربه ويحبوهم، ودخلت البيوت ديال المغاربه. لذلك كنبغي نقول بان بغيت واحد خديجه المرضي وحده اخرى. لذلك كنقول سي عثمان ديما انا كنبغي نجي للمنتخب الوطني باش نعاون البنات اللي طالعين، حيت سمعت ميساجات بزاف وبغيت نقول بلي انا واخا ملاكمه غنجي نحضر في السبارينغات باش نعاون الدريات اللي طالعين ونعطيهم التجربه ديالي ونعاونهم باش نشوف خديجه المرضي وحده اخرى. البطله انا ان شاء الله علاش لا تكون ما تبقاش غير ديما خديجه خديجه خديجه، وانما باش تسمعوا ديك خديجه خديجه خديجه. خديجه كتصبر كتضحي كما قلت لكم، كتقاتل سنه من ورا سنه من ورا سنه وما كتحطش السلاح. لذلك باش نلقاو ملاكمات في هاد الكاريزما خاصنا نخدموا معاهم ويكونوا مدربين اللي كيقلبوا على الملاكمات بحال خديجه المرضي، ويحطوا لهم الصوره ديال خديجه المرضي والكاريزما ودماغها وبزاف د الحوايج. لان باش غنطلعوا ملاكم راه ماشي يجي يطلع ملاكم، راه خاصنا تكون عندنا قراءه ديال الرينغ. بعدا باش تكون في الرينغ وتربح بجوج ثلاثه خاصك بزاف د الحوايج. لذلك خديجه المرضي عندها هذا الشيء. خدموا معها الجامعه الملكيه، خدموا معها الحكام. شكرا للحكام ديالنا ديال المغرب اللي تيجيو يحضروا معنا في المعسكرات وكيوريونا كيفاش الطريقه ديال التنقيط الا بغيتي تربح بجوج ثلاثه وكان الملاكم قوى منك. يعني عندك ثلاثه الحكام جوج الحكام في التوتال كاينين 5 حكام ياك. يعني باش تعطي وجهك لجوج حكام وتعطي الوجه الاخر ديال الملاكمه لثلاثه الحكام، خاصك تكون عندك واحد المورال في الرينغ اللي ما الضواو ما يخلعوكش، الجمهور ما يخلعكش، بزاف د الحوايج باش تركز في الرينغ. لذلك هاد الحوايج هادو خاصهم يعرفوهم الملاكمات ديالنا ديال المغرب اللي هما في المنتخب الوطني ولا في النوادي ديالهم. داكشي علاش تنقول لكم خديجه المرضي كتمشي اي نادي تقدر تمشي ليه، ماشي حيتاش اي نادي في المغرب نقدر نمشي ليه ونتريني مع البنيتات ونعاونهم ونوصل لهم التجربه ديالي. ولو باقا في الملاكمه باغا خديجه المرضي وحده اخرى وبغيت الدرابو ديال البلاد ماشي غير شكرا للسي الرئيس اللي هو الكاب ديالي اللي كنحس به، ماشي غير الرئيس ديالي. انا ديما كتشوفوني كنبوس راسو حيت كنبوس راس با، والانسان اللي كبر مني في السن وكنحترمو وتنقدرو كنبوس له راسو، والملاكمات اللي كنلعب معاهم ملي كنسالي كنقبل له راسو. وشكرا لك سعاده الرئيس على المجهودات الجباره اللي كتعمل باش حنا نكونوا في المعسكرات، باش حنا نكونوا في المورال مزيان. صراحه انا ملي كنشوفك بعدا كنشوفك في الكومبيتيسيون نقول لهم غير ربح، خاصني نربح. بريزيدون جا خاصني نربح، ما يمكنش نخسر. لذلك تصور كنلعب وكنشوف الرئيس فينا هو نقلب عليه تنقول له وكيشجعني تيقول لي مزيان. علاش لي هذه؟ باش انك تحمل عناء السفر وتجي باش تفرج في ملاكم او ملاكمه، يعني راه عندك الملاكمه في الدم وباغي تزيد بهذه البلاد القدام وهذه الرياضه القدام. لذلك شكرا 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 السي عبد الجواد بن الحاج الاب الروحي ديال الحاج. ديالنا وعلى كلمه رقيقه ورساله المطالبه حق الله والتوجيهات اللي عطات، بحيث هو الحكام صفقوا عليها. تعرف كيفاش التحرميه تفوق اليوم، وقتاش تبين وجهك وقتاش ما تبين. ملي تكون قدام الجوج وهو تيشوف فيك داك الساعه فين تدير الدقه اللي هو يحسبها. ملي كان عاطيك بالضرب عاطيها بالضرب راه ما يشوفش الدقه. دونك هذا الشيء هادو التقنيات اللي خص المدربين يعرفوه. وهو علاش هضرت على يوم دراسي تواصلي ودراسي في هذا الشان. شكرا.